انا في ليبيا وشغال ب60 دينار بقالي 5 شهور ومش عارف اجمع فلوس اكل وشرب على الشغل، بس مواصلات وسكن والباقي كله عليا. اولا ربنا يوفقك وربنا يزيدك ودور على الافضل، وهو ده اللي انا قلته في الفيديوهات بتاعتي يا جماعه. قبل ما تسافر في اي مكان، مش ليبيا بس، كان السعوديه، الكويت، الامارات، اي دوله مهما كانت، دور انت هتشتغل ايه، هتشتغل بكام، الدوله اللي انت رايحها هتعرف توفر فيها فلوس كويسه ولا لا. قلت قبل كده في فيديو ما تسافرش عشان 10,000 ولا 15,000 ولا حتى 20,000. الناس طلعت بتكتب لي في الكومنتات بتقول لي يا عم 10,000 و15,000 ايه؟ طب ما لما اوفر 10,000 كويس، لما اوفر 15,000 كويس. يا حبيبي ماشي كويس والحمد لله وكل حاجه، ما قلناش حاجه، واقل من كده الحمد لله. بس هل ال10,000 وال15,000 وال20,000 يستاهلوا ان انت تتغرب عشانهم؟ هتعمل بيهم حاجه اخر السنه؟ يعملوا لك حاجه يعني؟ لو يعملوا لك فدني يا عم، اديني رايك، تمام؟ فدني. هل يستاهلوا ان انا يعني يستاهل ان انا اسافر عشان اشتغل عشان 15,000 وعشان 10,000 والكلام الفاضي ده، واتغرب واضيع شبابي واضيع احلى سنين عمري عشان 10,000 ولا 15,000؟ يعني اديني رايك. فقبل ما تسافر، تمام، وقبل ما تروح اي مكان، شوف انت هتشتغل ايه، شوف الشغل اللي انت هتشتغله. كنت مثلا معاك صنعه، هل صنعتك دي مرغوبه في البلد دي، هتجيب لك فلوس كويسه وكده؟ احسبها، والرزق بتاع ربنا، وبعد كده توكل على الله.